السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع. مجلس الوزراء عقدوه البارح في 14 ديسمبر 2024 اللي خرج بمخرجات تفرح كامل المتقاعدين. الحمد لله، وأخيرا الخبر اللي فرح المتقاعدين واللي كانوا يقارعوا له من مدة طويلة. بعد شهور من القلق والتساؤلات والحيرة، الآن جاء القرار الرسمي اللي راح ينصف المتقاعدين. الخبر اللي كانوا ينتظروا له مدة طويلة، اللي كانوا يناضلوا من أجله وكانوا يطالبوا بالاهتمام بفئة المتقاعدين، من إلغاء ضريبة ومن زيادات ومن تثمين سنوي ومن الوعود اللي أقرها رئيس الجمهورية وما وفاوهاش. في هذا الفيديو راح نشرح لكم بالتفصيل. تبعوا معايا للتالي باش تفهموا مليح، راح تخرجوا كامل فاهمين هنا. الفيديو هذا راح يعنيك انت المتقاعد ولا انت المتقاعدة ولا حتى ذوي الحقوق من أرامل ويتامى. قلت لكم بعد شهور من هذا الحيرة والقلق اللي كان يعاني منه المتقاعد والمتقاعدين بصفة عامة، الآن أقر رئيس الجمهورية بعد مجلس الوزراء ولا اجتماع مجلس الوزراء هذا الزيادة ولا هذه الزيادة. الآن راهي متأكدين منها، تأكدت رسميا. من معني بالزيادة؟ شكون اللي راح يستفاد من هذه الزيادة ومن هذا القرار تاع الزيادة؟ بزاف متقاعدين راهم خايفين، خاصة اللي يخلصوا مليح الإطارات اللي عندهم شهرية لاباس بها، وخاصة اللي راهم خايفين بزاف صحاب 5 ملايين فما فوق، لأنه شفنا من قبل سنة 2023 طبقت زيادة ونحرموا هما من هذيك الزيادة. اليوم هذاك القلق عاود رجع وراهم يتساءلوا هل احنا معنيين ولا لا. تبعوا للأخير. شوفوا الزيادة اللي قررها رئيس الجمهورية، قال لك كاين 10% وكاين 5%. شكون اللي يدي 10%؟ 10% يدوها الناس اللي تخلص ولا كما نقولوا اللي يدوا 2 ملايين أو تساوي 2 ملايين، يعني اللي عنده شهرية تاع 2 ملايين بالضبط أو أقل راح يدي فايدة ولا راح يدي زيادة تاع تثمين بما يقارب أو يساوي 10%. يعني المعاشات الضعيفة هما اللي راح يزيدوا لها هذه النسبة اللي تقريبا راهي ضعف النسبة الأخرى. وكذلك هذه الفئة اللي تخلص 2 ملايين وما أو أقل راهي تعاني من غلاء المعيشة كما شفتوا. الغلاء المعيشة اللي راهي يعاني منه المتقاعد والمواطنين بصفة كاملة ولا بصفة عامة. والفئة الثانية اللي هي الفئة اللي تخلص 2 ملايين فما 2 ملايين فما فوق، يعني راح تدي 5%. التثمين السنوي هو خطوة ولا كما نقولوا إصلاح من ضمن سلسلة من الإصلاحات اللي راح يقرها رئيس الجمهورية واللي راح تعتمدها الدولة. كيما هدرنا في الفيديو السابق قلنا هذا التثمين دارته الدولة باش يستفاد منه المتقاعد، وهو عبارة عن مراجعة للمعاشات كل سنة في شهر ماي يستفيد منه المواطن باش يتوازن مع التضخم ويوازن القدرة الشرائية ويحسنوا من المستوى المعيشي تاع المتقاعد. هذا راهو حق للمتقاعد بعد تعب كبير وبعد صبر كبير من النضال والمطالبات بتفعيل التثمين. نروحو نهضروا على الزيادة الجديدة اللي هدر عليها رئيس الجمهورية، اللي راح تضاف يعني إلى الحد ولا إلى يعني الأثر المتبقي للزيادات السابقة المرتبطة بالحد الأدنى الوطني المضمون عفوا. يعني باللي هذاك الزيادة اللي هدر عليها رئيس الجمهورية سابقا تاع الزيادة في الحد الأدنى اللي كان 2 ملايين اللي هي 20 ألف دينار، اللي ردها 24 ألف دينار، هذه زيادة وحدها. وكذلك هذه النسبة تاع التثمين راهي زيادة أخرى خاطئة ومنفصلة تماما عن الزيادة الأولى. يعني المتقاعد اللي يخلص 2 ملايين راح يستفاد من الزيادة تاع رفع الحد الأدنى المضمون، راح ترجع له 2 ملايين و400. المهم أي واحد يخلص قل من 2 ملايين و400 راح يوصلوها له ل2 ملايين و400.
واللي يخلص فوق 2,400,000 راح يستفاد من هذه الزيادة تاع التثمين السنوي. والزيادة اللي يستفاد منها المتقاعد اللي يخلص قل من 24,000 دينار جزائري راهي هذيك الزيادة، يعني راح يستفاد هذيك 10%. يعني إن شاء الله تكونوا فهمتوني. قلت لكم هذا الخبر يفرح بزاف، لانه راح يستفاد المتقاعد خاصة اللي عنده دخل ضئيل ولا ضعيف، راح يستفاد من زيادتين. المهم المجلس الوزراء خرج وهضر على انه الملف المتقاعد راه قيد الدراسة ومازال في المتابعة تاع الدولة، والدولة راهي مهتمة بمعاناة المتقاعدين. هذه القرارات اتخذت تدريجيا، والهدف هو تحسين القدرة الشرائية والاهتمام بانشغالات المواطنين. الزيادة الآن راهي رسمية 5% إلى 10%، وراح يكون كاين اثر تراكمي محفوظ. وهدرنا على الحد الادنى، التاثير تاعو راح يكون مباشر على الصالير تاع المتقاعد. قلت لكم 400 الف ولا 4000 دينار جزائري اللي هي 400 راح تكون زيادة في راتب المتقاعد اللي يخلص قل من 2 ملايين. 10 ملايين هذيك عفوا 10% هذيك راح تكون زيادة حوالي 200 ألف. بزاف راح يقولوا شحال راح تجيني كل واحد، وراح تكون عنده زيادة مختلفة عن متقاعد آخر. في الفيديو الجاي إن شاء الله راح تلقاوني نحط لكم الزيادات بالتفصيل لكل الرواتب. أي واحد عنده شهرية يخليها لي في التعليقات، راح نحسب له الشهرية تاعو شحال تكون بالزياده وبالنسبه تاعو، وراح نحط لكم فيديو بالتفصيل. راح نحط غير المتقاعدين اللي يحطوا لي الشهريه تاعهم، وراح نحاول اني نلبي كامل الرغبات تاع المتقاعدين. حط لي شحال تخلص وراح نقول لك الزياده تاعك شحال راح تكون في الفيديو القادم باذن الله تعالى. كامل هذه الزيادة اللي راهم يهضروا عليها هي غير من أجل تحسين الدخل والقدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي للمتقاعد، وباش يخلوا الكرامة تاعو في استقرار ويعيش في استقرار وهناء، وينقصوا عليه هذا الضغط اليومي اللي راه عايش فيه المتقاعد. والقادم إن شاء الله راح يكون أحسن من اللي فات. يعني هذه خطوة أولى من التحسينات ولا من الإصلاحات اللي دارتها الدولة. كل يوم نشوفوا قرارات جديدة وقرارات أخرى اللي راح تفرح المتقاعد، وإحنا بدورنا ننقلوها لكم في هذا القناة. تابعونا وديروا جيم وتابعوا القناة، لأنه راح تستفادوا بزاف معنا. كامل هذه الزيادة اللي راهم يهضروا عليها هي غير من أجل تحسين الدخل والقدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي للمتقاعد، وباش يخلوا الكرامة تاعو في استقرار ويعيش في استقرار وهناء، وينقصوا عليه هذا الضغط اليومي اللي راه عايش فيه المتقاعد. والقادم إن شاء الله راح يكون أحسن من اللي فات. يعني هذه خطوة أولى من التحسينات ولا من الإصلاحات اللي دارتها الدولة. كل يوم نشوفوا قرارات جديدة وقرارات أخرى اللي راح تفرح المتقاعد، وإحنا بدورنا ننقلوها لكم في هذا القناة. تابعونا وديروا جيم وتابعوا القناة.